بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم ندى من قناة توتا هاند ميد. النهاردة بإذن الله هننفذ مع بعض الموديل اللي شفناه في أول الفيديو. موديل سهل وبسيط، كل اللي هستخدمه هو الأستك. بكرة الأستك دي 1 ملي، وهستخدم معايا خرز العقيق، ده عقيق طبيعي يا بنات. وهستخدم كمان العلبة بتاعتي ما بستغناش عنها في اي فيديو، لازم بتبقى معايا. ودي مواسير كده محفور عليها بالليزر زي ما هنشوف دلوقتي. الاسورة الواحدة هتاخد 3 مواسير. الماسورة دي انا كنت جايباها، كانت ب1.50 جنيه بالواحدة، بتتباع بالواحدة مش بالوزن. طبعا زي ما قلت لكم التصميم نقدر نغير فيه براحتنا. انا بعرفكم بس، يعني بنفذ معاكم تصميم، بعرفكم نقط بسيطة كده اللي هي ممكن ان احنا ننفذها بحيث الشغل بتاعنا يبقى نظيف وما يفرقش عن الجاهز في حاجة. اللي انا حطيتها في الاول دي خرزة معدن، ده بيتباع بالوزن. واللي شفناها دلوقتي دي بلاستيك اسمه CCB. انا كنت جايبة الكيس على بعضه من اولاد ميزار. كان الكيس تقريبا فيه كيلو، كان عامل 60 جنيه. بس انا مش عارفة دلوقتي هو بقى بكام يا ترى. وهبتدي ان انا ادخل كده ماسورة. المواسير دي برضو زي ما قلتلكوا تبقى بعيدة عن اي كحول، اي برفانات، اي مزيلات عرق، صابون. الحاجات دي كلها بتأثر على المعدن عشان عمرها يبقى طويل معانا. يا اما ممكن ان احنا نطليها بلاتين زي ما شايفين كده. ده الخرز المعدن اللي قلتلكوا عليه. انا بحب اشتغل بالمعدن، يعني برضو جبت CCB بس شغلي عليه مش كتير، اكتر في المعدن. بحس انه بيدي الاكسسوار كده قيمة كده وتقل. انا شلتلكم بكرة الاستك عشان نبقى شايفين التصميم مع بعض. دي برضو فاصل كده، بس بيبقى فيه ميزته انه بيبقى فيه حلقة. الحلقة دي اقدر اركب فيها اي لعبة او اي دلاية معدن. انا هنا بشوف التصميم. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتدوسوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. وزي ما قلت لكم قبل كده، لو عندكم اي موديل عايزين تنفذوه ممكن تبعتوا لي الصورة بتاعته وننفذه في فيديو مع بعض، ما عنديش اي مشكلة. جانب كمان لو عايزين ان نعمل يوم جولة في العتبة في حارة المزين، المحلات اللي هناك، نعرف الخامات الموجودة، اوريكم نوصل لها ازاي، الاسعار دلوقتي بقت عاملة ايه، قولولي برضو وان شاء الله نفذ لكم الفيديو ده. يعني انا تحت امركم في اي حاجة. اهم حاجة عندي انه يبقى فيه استفادة. اللي عاوزة تفتح مشروع، اللي عايزة تعمل لنفسها، اللي عايزة تشتغل لبناتها، برضو هعمل لكم سلسلة فيديوهات جميلة جدا لتوك الأطفال. فتابعوني إن شاء الله عشان نشوف كل ده مع بعض وتتعلموا وتستفادوا. أنا هنا ببتدي بشد الأستك كده علشان خاطر الأستك يبقى مرن معايا، علشان لما أجي أربطه
في ناس بتيجي تربط الاستك وتقولي احنا بنربطه ومن اول لبسة تاني لبسة بنلاقيها اتفكت واتفرطت كلها في الارض. انا هوريكم ربطة ان شاء الله ما تفكش معاكم. انا هنا افتكرت ان في خرزة لازم ادخلها. هوريكم ربطة افضل ربطة للاستك بحيث ان هي ما تتفكش معاكم ولا يحصل لها اي حاجة مهما لبستوا فيها. زي ما قلتلكم لازم نشد كده الاستك عشان يبقى مرن معايا. ابتدي الف الاتنين مع بعض، بربط الطرفين مع بعض الاول زي ما احنا شايفين كده، وابتدي بضيقها وابتدي اربطهم الربطة العادية خالص. بربطه اول ربطة الاتنين الطرفين مع بعض، بلفهم على اصبعي وبربطهم، وبعد كده شايفين انا بشدها قد ايه، وبعد كده كل طرف بربطه في التاني وبعدين بقص الزيادة. تمام. هبتدي اعمل ايه بقى عشان يبقى شغلي نضيف واحترافي؟ زي ما احنا شايفين كده بدخل الربطة جوه الماسورة اللي انا مركباها علشان خاطر ما تبقاش باينة، يبقى الشغل نضيف. اهم حاجة يا بنات في الشغل انه يبقى نضيف، مش اجي ابقى لابسة الاسورة كده والربطة باينة، شكلها مش بيبقى لطيف خالص. دي زردة اللي احنا شفناها الحلقة دي اسمها زردة. الحلقة دي بستخدمها عشان خاطر اركب الدلاية. ابتدي افتحها زي ما شفنا كده الطريقة، وابتدي اركبها في الحلقة اللي قلتلكم عليها، وابتدي اختار بقى دلاية. انا اخترت الدلاية الشجرة دي شكلها جميل اوي، اركبها واقفل زي ما فتحتها بالظبط، تويست كده بعملهم عكس بعض. ودي اول اسورة اعتقد سهلة مفيهاش اي صعوبة. هركنها كده على جنب ونبتدي ننفذ تاني اسورة. نجيب الاستك برضو بنفس ترتيب الخرز اللي فات، هبتدي احط الخرز ده احنا بنتعلم حاجة يا بنات، يعني بنحاول، يعني انتوا شايفين دلوقتي الاسعار عاملة ايه، والاكسسوارات دلوقتي في بنات بتحب الاكسسوارات، اللي ولادها بيحبوا الاكسسوارات، يعني في بنات ده شغفها. احنا عايزين نعمل حاجة بايدينا احنا. لو عايزة تدي هدية لحد، لاختك، لبنتك، لصاحبتك، تبقي عاملاها بايدك بتبقى حاجة جميلة قوي. ولما الواحدة يعني انا نفسي لما بعمل كده حاجة بايدي والبسها ببقى فخورة بيها. ممكن كمان تعملوا بيها مشروع صغير، يعني تنزلوا تجيبوا خامات، تعملوا موديلات، تعملوا يعني تبيعوا لأصحابكم، لقرايبكم. زي ما قلت لكم برضو هنعمل توك برضو للأطفال، يعني حاجات جميلة أوي وشغل جميل جدا. اللي عايزة تفتح مشروع وتشتغل يعني ده هيبقى سهل، وهتعمله هي في البيت، حاجة مش مرهقة خالص، حاجة سهلة وجميلة وفن. زي ما احنا شايفين كده احنا بنعمل الاسورة التانية. ابتدي برضو اشد الاستك عشان يبقى مرن. ربطنا اول ربطة الاتنين مع بعض زي ما هنشوف بقى دلوقتي.
انا بشد الاستك اتقطع معايا، الرابطة ما اتفكتش، بس الاستك كان فيه جزء غلط اتقطع مني. هحاول كده ان انا اشوف لو ينفع اكمل واربطها تاني، بس مش هتنفع، هبتدي ان انا اجيب استك تاني واغيره. ده ساعات بيبقى فيه حتت كده عيب في الاستك، بيبقى بص انا ربطتها تاني اهو. لا هي اتربطت معايا، بس انا هبقى نسيت حاجة، نسيت احط خرزة. انا افتكرت دلوقتي، يعني هي اتربطت معايا تمام وخلصت، حتى بعد ما اتقطعت اتربطت معايا تمام، وشايفين بشدها جامد اهو. هفتكر ان انا في خرزة نسيت اركبها، عشان كده هفكها. انا برضو بقول انا فكيتها تاني. بيبقى زي ما قلت لكم انا نسيت خرزة هنا، هدخلها. بعد ما ادخلها دخلت الرابطة جوه الماسورة، نسيت خرزة معدن. شفتوا لما اكتشفت؟ ما تعملوش زي يا بنات وتنسوا، عشان هتضطروا ان انتوا تقطعوها تاني ونعيدها من الاول زي ما هنشوف كده مع بعض. بس سهلة ان شاء الله. نبتدي اجيب استك تاني، جبت الخرزة اللي كانت ناقصاني بقى من الاول، وابتدي انقل دول بنفس الترتيب في الاستك الجديد. زي ما قلت لكم يا بنات، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، خلي غيركم يستفيد والفيديو يبان لناس تانية، لعل وعسى الفيديو يظهر لحد، يبقى فكرة مشروع صغير كده على قديها في البيت، تستفيد منه وتفيد غيرها برضو، محدش عارف. زي ما انتوا شايفين كده، عادي عادي، انتوا اخواتي يعني، ايه يعني نسيت خرزة، نعيدها تاني مفيش مشكلة. ابتدي بلين الاستك بتاعي، هنا بحاول اخلي ما فيش هادر في الاستك يبقى كبير، بصغر الطرفين على قد الرابطة بالظبط، بحاول اخليهم يدوبك على قد الرابطة، وحتة صغيرة هي اللي ايه اللي تتقص. ابتدي اول رابطة بربط الطرفين مع بعض، بعد كده بربط كل واحد لوحده وبربطهم الربطة العادية بتاعتنا. وبكل ده انا بلين في الاستك وانا بربط، ما تخافوش. بصوا انا بشدها قد ايه، عشان محدش يجي يقولي بتتفك مع تاني لبسة وتالت لبسة. ببتدي اقص كده واسيب حتة صغيرة خالص، وزي ما قلتلكم
ده ما ينفعش يبقى باين، احنا عايزين نعمل شغل احترافي حلو. ابتدي ادخلها جوه الماسورة كده زي ما شفنا. الموديل ده فيه ماسورة بدخلها جوه الماسورة. لو في خرزة، يعني بصوا الحاجة اللي جنب الرابطة بدخل فيها الرابطة على طول، سواء كانت خرزة سواء كانت ماسورة. المهم ان انا لازم اداري الرابطة عشان يبقى الشغل بتاعي نضيف وشكله حلو. انا هنا بحاول اختار علقة تانية او دلاية. اخترت الدلاية دي، مكتوب عليها قل اعوذ برب الفلق. بصوا يا بنات، دلايات اشكال والوان رائعة جميلة جدا جدا جدا. انتوا اصلا يعني لما تتعودوا تنزلوا تشتروا هتلاقوا انا نفسي بنزل اشتري معادن بس وارجع. المعادن دي بتدي كده رونق للموديل، وبتبقى فظيعة. مش قادرة اوصف لكم جمالها بيبقى عامل ازاي. ده كده الشكل النهائي. يا رب يكون كان فيديو خفيف ولطيف كده وسهل. بصوا يا بنات، بصوا لون الخرز العقيق فظيع. ان شاء الله لو عندكم اي موديلات تانية عايزين تتعلموا او تعرفوا بتتعمل ازاي ابعتولي صورها، وانا مش هتأخر عنكم ابدا. لون العقيق تحفة تحفة تحفة. كنت مبسوطة جدا ان انا كنت معاكم، وعادي بتحصل اخطاء، انا ما رضيتش احذفها من الفيديو. بتحصل اخطاء وبنصلحها، وبصوا هنقابل كتير. مع السلامة.